السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، فيديو اليوم عن الأخبار الرياضية، حيث كتبت أمنية ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الزمالك وبيراميدز الليلة. كتبت أمنية ترتيب جدول الدوري المصري يشهد تقلبات ومفاجآت كبيرة مع الأسبوع الثاني من البطولة، حيث يتصدر سيراميكا الوافد الجديد للدوري الممتاز الجدول برصيد 6 نقاط بعد فوزه في مباراتين أمام الإنتاج الحربي والبنك الأهلي، بينما يأتي في المركز الثاني بفرق الأهداف أسوان الذي حقق الفوز في أول جولتين أمام إنبي وطلائع الجيش. ومن المنتظر أن تشهد اليوم تغيرات جديدة في جدول البطولة من خلال مباريات قوية تقام اليوم، حيث يواجه الزمالك أمام بيراميدز سعيا لاستعادة الصدارة بعدما حقق فوز في الجولة الأولى على المقاولين العرب بهدفين نظيفين. وهناك أيضا مباراتين حيث يلتقي الجونة مع المصري البورسعيدي وأيضا الإنتاج الحربي مع الإسماعيلي. يعتلي فريق سيراميكا صدارة الترتيب برصيد 6 نقاط، يلي أسوان بنفس الرصيد، بينما يحل وادي الدجلة في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ثم الأهلي في المركز الرابع برصيد 3 نقاط، ومن بعده الزمالك في المركز الخامس بنفس الرصيد، فيما يحل الاتحاد الاسكندري في المركز السادس برصيد 3 نقاط أيضا، ومن بعده غزل المحلة في المركز السابع برصيد نقطة، ثم سموحة في المركز الثامن بنفس الرصيد، بينما يأتي جونة في المركز التاسع والإسماعيلي في المركز العاشر، ومن بعده المصري في المركز ال11 وطلائع الجيش في المركز ال12، ومن بعده البنك الأهلي في المركز ال13 بنفس الرصيد حاملين نقطة واحدة فقط. بينما تحتل فرق بيراميدز وإنبي ومصر المقاصة والإنتاج الحربي والمقاولين العرب المراكز من 14 إلى 18 بالترتيب بدون أي نقاط. ويواجه الأهلي المحلة مساء غد الجمعة في الجولة الثانية من الدوري الممتاز، وذلك في الساعة 7:30 مساء على ملعب النادي الأهلي في مدينة السلام. بدأ المارد الأحمر مشواره في الدوري بالفوز على مصر المقاصة بنتيجة 3-1 وبأداء متميز، بينما تعادل زعيم الفلاحين مع نادي سموحة 1-1. ويدخل النادي الأهلي مواجهة المحلة في غياب مديره الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني الذي تأكد إصابته بفيروس كورونا، في الوقت الذي يقود الفريق فنيا أمام زعيم الفلاحين مواطنه كيفن جونسون المدرب العام. وإليكم تفاصيل الجدول، أترككم مع مشاهدة الفيديو. ولو أنت أول مرة بتشاهد القناة يا ريت تدعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ولايك الفيديو وشير عشان الكل يستفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.